الحكاية ابتدت لما في يوم صحيت وانا حاسة ان انا مش انا. كنت ابتديت ابقى قلقانة وابقى خايفة اكتر من الاول، ومش فاهمة ايه سبب قلقي او خوفي. النهاردة هنحكي قصة نفسية، قصة سارة في التعافي من الفصام. سارة بتحكي ان قصتها ابتدت لما كان عندها 19 سنة، هي دلوقتي 25. الحكاية ابتدت لما في يوم صحيت وانا حاسة ان انا مش انا. كنت ابتديت ابقى قلقانة وابقى خايفة اكتر من الاول، ومش فاهمة ايه سبب قلقي او خوفي. بس في يوم وانا راجعة من الجامعة كنت بسمع صوت كأن حد بيناديني، ولما بص ورايا ملاقيش حد فاضحك. افتكر ان انا من كتر ضغط الامتحانات ابتديت متوترة، او انا بيتهيألي عادي ما بتحصل. بس اللي بقى مش عادي ان الاصوات دي مش بقت كأن حد بينادي عليا، انا بقيت اسمع حد بيقولي ان اهلي بيتآمروا ضدي، ان هم عايزين يموتوني. فبقيت اخاف اكل من الاكل اللي هم بيعملوه، وبقيت طول الوقت مترقبة لأعمالهم. انا طول الوقت حاسة ان هم بيتآمروا عليا، وحاسة ان انا لوحدي، مفيش حد قادر يفهمني. لكن اللي زود الموضوع سوء ان خلاص اهلي ما بقوش يستحملوا تصرفاتي، وسوستي، زعيقي وعصبيتي معاهم، الكلام اللي انا بقوله اللي هو غير منطقي، ازاي هم عايزين يموتوني او يحطوا لي حاجه في الاكل. بس بعد كده في يوم بابايا دخل عليا وانا منهاره وبكسر في كل حاجه في اوضتي، وبقول لهم حرام عليكم بطلوا تتآمروا ضدي. وقال لي بصي يا بنتي، انت لازم تروحي لدكتور نفسي، هو اللي هيقدر يساعدك. قلت له انا مش مجنونه، انتوا عايزين تموتوني، انتوا مش قادرين تفهموني ليه؟ قال لي ازاي هنبقى عايزين نموتك وانتي اغلى حد بالنسبه لنا. وداني لدكتور نفسي. لما رحت هناك انا ما كنتش عارفه المفروض اتكلم معاه اقول ايه. كل الاحساس اللي واصل جوايا ان انا بقى انسانه مش طبيعيه، عشان كده جابوني هنا. الدكتور قال لي اتكلمي، انتي كويسه؟ فسكت. قال لي انتي بتسمعي اصوات حد بيقولك ان الناس بتتآمر ضدك او بتتجسس عليكي؟ قلت له وانت عرفت منين؟ بابا قالك؟ قال لي لا، بس انا مصدقك، ده بيحصل لك؟ قلت له اه، انا بسمع كتير بيتقال كده، بس مش عارفه هل ده حقيقي ولا مش حقيقي. بس انا بقيت طول الوقت خايفه وبشك في اللي حواليا. بصراحه هو سمعني من غير ما يحكم عليا او يكذبني، بس وعدني ان هو هيدعمني في مرحله العلاج، وقال لي ان اول حاجه هنبتدي بيها في العلاج هي الدواء، وكتب لي ادويه. انا كنت خايفه اخدها، بس هو قال لي ان انا لازم اخد الادويه دي، لان زي ما جسمنا بيتعب مخنا بيتعب، والكيمياء لما بتتغير فيه يبقى لازم ناخد بعض الادويه اللي تساعدنا. اول اسبوعين ما كنتش حاسه بفرق، الاصوات لسه زي ما هي، حاجات بتتآمر عليا، ضلالات، هلاوس. بس بعد تالت اسبوع ابتديت احس بتغيير طفيف، زي ما تكون الاصوات ابتدت تقل شويه. بس الدكتور قال لي ده طبيعي، اصلا العلاج مش بيبتدي يبان اثره الا بعد 3 اسابيع. ولما مشيت في العلاج الدوائي والكلامي اكتر من شهر، ابتديت احس ان الاصوات ابتدت تقل اكتر بكتير من الاول. ابتديت اقدر ارجع اتعامل مع الناس بشكل طبيعي من غير الاصوات دي ما تجيلي، الضلالات والهلاوس دي ما تحصل. فابتديت احس ان انا احسن، وقلقي وخوفي قلوا. انا يمكن لسه رحلة علاجي ما انتهتش، بس انا حاسة ان انا احسن بكتير من الاول. عايزة اقولك لو انت لسه ما ابتدتش رحلة العلاج، عندك هلاوس وضلالات،
فأنا بقولك أنا كنت زيك بس بقيت أحسن. ابدأ عشان انت كمان تبقى أحسن. لو أول مرة تتفرج عليا، أنا مع أحمد، مرشدة نفسية وتربوية. ولو انت عجبك النوع ده من المعرفة النفسية، ان انت تعرف علم النفس عن طريق قصة، فتابعني وابعت الفيديو ده لحد تاني، واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.